السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعانا فيديو جديد وأحلى أكلة طبعا كلنا بنحبها، طبعا عرفتوها هي ايه. وبدأنا نعصج اللحمة ونعمل البصل للتعصيجة. الكمية نكترها، ممكن ترمي معانا أكتر وأكتر. لو اللحمة قليلة نكترها بالبصل والفلفل. هما بصلتين تلاتة على نص كيلو لحمة. ممكن نكتر كمان بصل أكتر من كده، نعمل منها كذا صنف عادي، مكرونة، جلاش، رقاق. في أثناء الغلاء اللي احنا فيه دوت. وفلفل ملون واخضر، بتعلي القيمة الغذائية اللي فيها. طبعا الكبة موجودة، مش موجودة نقطعها على ايدينا عادي بالسكينة عادي. انا بقى اول ما احط اللحمة اصلا مش بحب اقلبها في البصل في الاول، بصدمها الاول في الطاسة من غير اي دهون، وبعد كده انزل عليها بالبصل والفلفل، وهي تنزل دهونها لوحدها. وحطيت البهارات، بابريكا والسبع بهارات وملح وفلفل اسود، وشم الروايح اللي طالعه بقى. من اخف الاكلات اللي بنحبها جدا. كنت حطيت المية تغلي المكرونة، وبدأت تحضيرات بقى البشاميل. نقلتها العين الكبيرة تسعف معايا في الوقت. وبحط الزيت في المية للمكرونة البشاميل، حطيت ملح بس ومش كتير برضو. نسلقها 3/4 سوا، لان لسه هكمل السوا بتاعها في الفرن. وهنا كنت بحضر حاجة البشاميل، وهنا كده كنت بحضر حاجة البشاميل لاني بحبه جدا، لاني بعمله على البارد. مش بحب طريقة تحمير الدقيق في السمنة، بتبقى تقيلة شوية، وهنا ولادي بيحبوا المكرونة باللحمة، واللي يحبها بالبانيه. آراء. بس أكتر أكلة ولادي متعلقين بيها وبيحبوها جدا المكرونة بشاميل والبانيه والحاجات دي، تبقى خفيفة بالنسبة لهم. الأبيض اللي طالع على المكرونة نشا زيادة، نوع المكرونة. كده يعتبر استوت 3/4 سوا. وهصفيها بس ما بتشطفش، ما يجيش عليها مية، ما اجيبش عليها مية خالص. تحضير البشاميل: كوباية دقيق احطها الاول عشان ما تطرطش على طول، وقطعة زبدة وفلفل وملح، لو فلفل ابيض يبقى احسن، لتر لبن، وقشطة نحطها، زبادي، جبنة نستون، اي اضافات بتبقى قيمة غذائية حلوة قوي. بس كده، مفيش اسهل من كده. بيبقى كريمي جدا جدا، ولا متكلكع، ولا الدقيق يبقى مكلكع جواه، ولا اي حاجة. ياخد غلوة كأن اللبن اتغلى على النار، عشان انا حطاه ساقع على طول في الخلاط. هو كده يعتبر اللبن بيغلي خلاص. في اسهل من كده بشاميل. حتة قشطة. وفي تكاية هنا، انا مش بحب البيض خالص 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 في البشاميل. بعمل بشاميل من غير بيض، ولا على وش المكرونة ولا في البشاميل، بتبقى اخف بكتير بكتير. سايباها تغلي عشان اللبن هيتقل معايا، وتبقى كريمي حلوة جدا. وكل اللي سايح على وش البشاميل قشطة، حتى قشطة قطعة كبيرة بقى. بخزنها عندي واستخدمها في الاكل، واعمل منها سمنة، رز بلبن، سمنة بلدي، اي حاجة بستخدمها من القشطة.
هبقى اعملها معاكم لما تكون عندي كميه، اعملها معاكم سمنه ان شاء الله. ده انا عاجبكم قوي في الحاجات دي. شلت شويه بشاميل على جنب لوش الصينيه، واقلب المكرونه في البشاميل. لازم تكون زياده 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 كده بس ادوها لي كده لوحدها بشوكة على جنب بقى، من ورا ولادي طبعا. بقلبها جوه في بعض قوي قوي قوي، عشان تبقى المكرونه كلها داخلها الصوص البشاميل. ملحها خفيف، ما فيش سمنه كتير. ناخد نصها نفرشها، افردها في الصينيه تحت. رقره يكون رفيع، وبعد كده افرد عليها اللحمه. هنا ممكن نحط بانيه، نحط لحمه كبد وقوانص، اي حاجه. جبن تكون ساده، ممكن نعملها جبنه ميكس جبن لوحدها، تبقى جميله جدا وخفيفه جدا. بس بشاميل من على الوش، ووش برضو طبقة قشطة وسنة جبنة. وده الشكل النهائي، وبألف هنا. ونتقابل في فيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.